كل سنة وانتم طيبين. في جزء كبير مننا احنا داخلين على العيد الكبير بيحب ياكل اللحمة النية او الكبدة النية، او ممكن ما يهتمش قوي بغلي اللبن ويشربه على طول، او عندنا حيوان أليف ممكن يكون مصاب ويعدينا بالبروسيلا. ايه هي البروسيلا؟ انا جاية النهاردة اعمل لك تثقيف من النوع العالي. البروسيلا ده بكتيريا غلسة قوي، موجودة في الماملز، موجودة في البقر، موجودة في الماعز، موجودة في الكلاب بتاعتنا، بيتعدوا بيها وممكن يعدونا، زونوتيك ديزيز. طيب ايه الاعراض اللي ممكن اشوفها وتشككني ان الحيوان بتاعي عنده بروسيلا؟ الكلبة بتاعتي بتيجي في اخر الليت ستيج من البريجنانسي او اخر مرحلة من الحمل ويحصل لها ابورشن او اجهاض، او انها بتكمل الحمل وينزل الجنين ميت او يموت بعد فتره صغيره جدا. الكلبه بتاعتي او الكلب بتاعي انفيرتايل، يعني ما يقدروش ان هم يخلفوا. الكلب بتاعي عنده مشاكل تناسليه وانا مش فاهمه ليه. ساعات بيحصل لهم ارتفاع في درجات الحراره مفاجئ والتشخيصات بتختلف او بتتخبط معاهم شويه. تيست بسيط اسمه روز بنجال، ده تيست سريع بنعمله في العياده بيعرفنا اذا كان الحيوان بتاعنا مصاب او لا. والاخطر من كده انك ممكن تصاب بالمرض ده، فعلشان ما يحصلش اي مشاكل بلاش ناكل لحمه نيه او كبده نيه او نشرب لبن مش مغلي كويس. ويا ريت لو الكلب بتاعي او الكلبه بتاعتي ظهر عليه اي عرض من اللي انا قلته في اول الفيديو نتوجه للدكتور البيطري على طول علشان نبقى في امان احنا وهو.